اتقال لك قبل كده من عميل لا مش مقتنع، او الجمله المشهوره طب سيبني افكر وارجع لك، او كلام كتير فهمنا منه ان للاسف البيعه باظت. احيان كتير بيكون السبب في كده عدم استعداد البياع او نقص في تدريبه. اخطر جمله ممكن يقولها اي فريق مبيعات كفايه اللي احنا عارفينه. خلي بالك ان السوق دلوقتي بقى في تسارع مستمر، بقى اشبه بسباقات الفورمولا 1، فمش معقوله انك تدخل السباق بعربيه 98 وتتخيل انك تكسب. التدريب المستمر هيزود المرونه عندك انت وفريقك، وهيبقى سهل عليكم التاقلم مع تغيرات السوق او التغير في متطلبات العملاء. وكمان التدريب المستمر هيزود الثقه عندك انت وفريقك، وده بيبان جدا مع العملاء. كمان هيبقى عندكم دايما تحفيز مستمر ومعلومه جديده عاوزين تستفيدوا منها، وتغير دائم في اسلوب العمل. وكمان دايما هيكونوا سابقين السوق بخطوه. التدريب مش لازم تبقى محاضرات مملة، ولكن ممكن تبقى ورش عمل تفاعلية أو كورسات أونلاين متاحة معاك ومع فريقك 24 ساعة، أو مواقف تخيلية بتمثلها أنت وفريقك لأي حاجة ممكن تحصل وإزاي تتعاملوا معاها، أو جلسات بين أعضاء الفريق بيشاركوا فيها خبراتهم وإيه المواقف الجديدة اللي حصلت معاهم وازاي كلهم يستفيدوا منها. طيب ازاي تبدا؟ اول حاجه حدد المواضيع اللي انت وفريقك محتاجين التدريب عليها. خلي عندكم جدول تدريب ثابت، مره في الشهر، مره كل شهرين، كل 3 شهور، ويفضل ما تزيدش عن كل 3 شهور. ولازم تقيم الاداء بعد كل برنامج تدريبي وازاي ده انعكس على الشغل. وكمان لازم تسال نفسك واعضاء الفريق بتوعك ايه اللي هم محتاجينه علشان يكونوا افضل. وطبعا مع الاخذ في الاعتبار الفروق الفرديه والمواهب الفرديه لكل واحد فيهم. وافتكر دايما ان التدريب المستمر مش رفاهية، ده شيء اساسي لو انت عاوز تستمر في السوق. سلام.